يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون دجاج مشوي. تتبيلة الدجاج المشوي اليوم رح أعملها على طريقة والدتي بنكهة الزعتر البلدي. ما تتخيلوا طعم الدجاج مع الزعتر، جدا شهي، لازم تجربوا الوصفة. أول إشي هون رح أعمله طبعا رح أنظف الدجاج. طريقتكم بتنظيف الدجاج: أنا هون نقعته بالمي بالملح بالخل بالليمون، تركته منقوع تقريبا مدة نص ساعة، وبعديها صفيته كثير منيح من المي ونشفته كثير منيح من المي. هلا هون رح أقطعه. طبعا الدجاج عنا لازم يكون ناشف تماما من المي لما تيجي تنزلوا عليه التتبيلة. بالنسبة للتقطيع مثل ما بدكم، أنا هون رح أقسم الدجاج بالنص، إذا حبيتوا تقطعوه أربع أكيد برجع لكم. رح أشيل هون الزوائد من الرقبة، وممكن إذا حبيتوا كمان تشيلوا الجنحان بيرجع لكم، بس أهم شي ما تشيلوا الجلد حتى ما يطلع معكم الدجاج ناشف. وزن الدجاج اللي استخدمته اليوم بالوصفة هو 1200 جرام. طبعا هاي الثقوبة كثير ضرورية حتى ننزل التتبيلة فيها. الدجاج جاهز بخليه على جنب، وهلا هون رح أحضر للتتبيلة. بالنسبة للبهارات هون رح نحتاج معلقة كبيرة من البابريكا الخشنة، معلقة كبيرة من البابريكا الناعمة، معلقة كبيرة من بهارات الكيجن، ورح أنزل هون طبعا معلقة كبيرة قشور البصل والثوم، أوريجانو معلقة كبيرة، معلقة كبيرة كمان هون توابل مرق الدجاج، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، نص معلقة صغيرة من الكركم عشان يعطي اللون الذهبي الحلو، وأكيد ما ننسى الملح والفلفل الأسود. رح أحكي ملاحظة: في حال مش متوفرة عندكم بهارات الكيجن ممكن تستخدموا أي نوع بهارات مشكلة متوفرة عندكم. هلا هون رح أشيل معلقتين كبار من البهارات حتى أنزلها مع الخضار. الكمية ظلت معي هون، رح أحط فوقيها معلقة كبيرة من الزعتر الأخضر البلدي. طبعا ما تتخيلوا نكهته، لازم هاي الوصفة تجربوها. رح أحل هون البهارات بعصير الليمون، استخدمت هون حبتين، بالإضافة لزيت الزيتون معلقتين كبار، ومعلقتين كبار من الزيت النباتي. بحركهم كثير منيح. وأكيد هون ما تنسوا الثوم المهروس، استخدمت حبتين من الثوم، وبهيك عندي التتبيلة صارت جاهزة. هلا هون رح أنزلها فوق الدجاج. طبعا لما تنزلوها فوق الدجاج افركوا الدجاج كثير منيح في التتبيلة، دخلوا التتبيلة بالثقوب تحت الجلد، ورح أترك هون الدجاج منقوع بالتتبيلة تقريبا مدة 4 ساعات. كل ما تركتوا الدجاج منقوع بالتتبيلة بتاخذوا نكهة أطيب. طبعا هون غطيت الصحن ودخلته الثلاجة. بهاي الفترة هون رح أحضر للخضار. بالنسبة للخضار طبعا ذوق شخصي حسب الخضار المتوفرة عندكم. أنا هون رح أستخدم الجزر، استخدمت 4 حبات من الجزر، وأكيد هون رح أستخدم البطاطا. لما تيجوا تقطعوا البطاطا حاولوا إنها تكون معكم شوي خميلة، ما ترفعوها. والخضار إذا حبيتوا تحطوا الكوسة البروكلي أكيد برجع لكم. هلا هون بنزل البطاطا فوق الجزر، ورح أستخدم كمان هون الفلفل الأخضر، ورح أنزل أكيد البصل، استخدمت هون حبتين حجم وسط. بهيك عندي هاي الخضار رح استخدمها اليوم بالوصفة. نزلت فوقيهم زيت الزيتون، البهارات اللي شلتها في البداية، وهون كمان أكيد رح أحط الزعتر البلدي. وما تنسوا تعدلوا الملح والفلفل الأسود. بفركوا الخضار كثير منيح. طبعا هيك عندي صارت جاهزة. رح استخدم الشبك حتى أرتب الدجاج عليها. في حال مش متوفر عندكم هاي الصينية ممكن تستخدموا الشبك الموجود عندكم بالفرن وتحطوه فوق الصينية، هيك بتاخذوا نتيجة أطيب للدجاج. وهلا هون رح أرتب الدجاج فوق الشبك. طبعا قبل ما أغطي الصينية رح أحط نص كاسة من المي، بس ما تكثروا مي لأنه الخضار رح تنزل ميتها والدجاج كمان رح ينزل ميته. المي نزلتها هون هي مي باردة. هلا هون رح ألف الدجاج بورق الزبدة، وبعديها رح أسكر الصينية بورق القصدير. طبعا هون لازم تسكروها كثير منيح. صينية جاهزة بدخلها الفرن. طبعا لازم يكون عندنا الفرن حامي. في البداية رح يكون عندي على درجة حرارة 220 أول نص ساعة، بعديها رح أتركه ساعة كاملة على درجة حرارة 200. هيك عندي طبعا أول ما طلعته ما شاء الله نكهة الدجاج. طبعا هون أنا شلت شوي من المي الموجودة في الخضار ورح أحطها على كل الدجاج. هاي التشريبة بتعطي كمان نكهة كثير طيبة للدجاج. وهون طبعا حطيته تحت الشواية. بالنسبة هون لدرجة التحمير زي ما انتم بتحبوا، في ناس بتحب الدجاج يكون محمر زيادة، هيك عندي درجة التحمير كثير ممتازة.
زي ما حكيت لكم هاي الوصفة كانت والدتي تعمل لنا إياها بأيام العطلة بأيام الجمعة، صراحة كنا كثير نحبها، نحب نكهة الزعتر البلدي مع الدجاج. في حال مش متوفر عندكم الزعتر البلدي ممكن تستخدموا الزعتر الأخضر الناشف. بالنسبة للتقديم هون قدمت جنبها